تعالوا نروح مباشرة لأول موضع في الكتاب المقدس، وده موجود في سفر نحمية. سفر نحمية في العهد القديم نقرأ أول مرة جاء في كلمة الفردوس. احنا طبعا عارفين نحمية كان عايش فين؟ كان عايش في فارس. أيوة كده، نحمية كان عايش في فارس. في أيامها كانت مملكة فارس بقت مملكة عظيمة بتحكم العالم كله، وكان الملك اللي موجود كان بيحب نحمية جدا، كان اسمه الملك أو الإمبراطور أرتحشست الأول. في الكتاب المقدس اللي بيدرس الكتاب المقدس مننا طبعا عارف الكلام ده. نقرأ عن أرتحشست الأول في سفر نحمية. أرتحشست الأول ده موجود في كتب التاريخ، وموجود اللي هو لونجامانوس الملك اللي عاش سنة 465 ل 424، يعني تقريبا 400 ل 500 سنة، 500 سنة قبل ميلاد السيد المسيح. نحمية كان بيشتغل مع الملك، وكان ساعتها مسبي، يعني كان متاخد أسير، وكان عايش في بلاط الملك. المهم نحمية ربنا شغله كتير جدا بانه يرجع اورشليم يبني الهيكل اللي اتهد من ايام نبوخذ نصر، او يساعد المجموعه اللي رجعت في ايام كورش علشان تبني اورشليم وتبني الهيكل. والملك ده ارتحشست ده كان ملك عظيم، من اهم الملوك اللي عملوا فراديس، يعني عملوا جناين ضخمه لها اسوار واسعه جدا وفيها اشجار ضخمه جدا. نقرا بقى نروح مباشرة إلى سفر نحمية الإصحاح الثاني، ونقرا في نحمية 2 يقول لنا الروح القدس إن نحمية راح للملك وقال له أنا نفسي أرجع أبني مدينة أورشليم وأساهم في بناء الهيكل. قال له طيب روح، ما فيش مشكلة، قول لي بس هترجع إمتى وروح. محتاج أي حاجة؟ قال له أيوه محتاج حاجات. من ضمن الحاجات اللي كان محتاجها قال له إيه؟ أنا محتاج من سعادتك أيها الملك رسالة منك إلى آساف حارس فردوس الملك. أول مرة نقرأ كلمة فردوس في الكتاب المقدس وفي العهد القديم. كان الملك أرتحشستا زي كل ملوك الفرس كان عنده فردوس، كان عنده بارك، كان عنده جنينة واسعة جدا بيتمشى فيها ويصطاد ويلعب رياضة فيها أشجار كبيرة وحيوانات. هو ده معنى الفردوس. وكان في واحد اسمه آساف بيحرس فردوس الملك. الملك طبعا كان عنده فردوس خاص بيه، ولأن الفردوس ده فيه أشجار ضخمة جدا، فكل شوية فيه شجرة تقع، شجرة تتقطع، شجرة تتألم، بياخدوا الفروع بتاعتها ويعملوا منها خشب.